في قرية نائية بين الجبال والوديان، كانت الحياة بسيطة. سالم رجل قوي البنية يعيش في بيت مهجور. عرفه الجميع بالظلم والفساد، يسرق ويكذب ويضرب بلا سبب. لم يكن يؤمن بالله، وكان يضحك ساخرا من كل من يذكره بالله. سالم لم يولد هكذا. في صغره كان طيبا يعشق أمه، لكن بعد وفاتها انكسر داخله شيء. ثم توفي أبوه فصار وحده. تعلم من الحياة أقصى دروسها، ولم يعد يؤمن بشيء. ازدادت ذنوبه وجفاؤه، حتى قال الناس: لو تاب كل أهل الأرض فلن يتوب سالم. في القرية كان هناك شيخ يدعى يوسف، رجل صالح يعيش في المسجد. كان يدعو لسالم في سره ويقول لتلاميذه: إن الله لا يغلق باب التوبة أبدا، وسالم إن تاب سيكون من أحب عباد الله إليه. ذات ليلة شتوية جلس سالم على قمة الجبل. الرياح تعصف والنجوم تتلألأ. قال بصوت مكسور: رب، إذا كنت تسمعني راني تعبت. قلبي مات وذنبي كثير، أما راني ما عدتش نقدر نعيش هكا. مر شيخ مسافر ضالا يبحث عن مأوى، فوجد سالم قرب نار. اقترب منه وطلب مشاركته النار. نظر إليه سالم وقال: اقعد. أما ما عنديش ما ناكلك. ابتسم الشيخ وجلس وقال: يكفيني الدفء والسكينة. نظر الشيخ إلى سالم وقال: تبدو حزينا يا بني، أراك كمن يبحث عن نفسه. فأجابه سالم: أنا ضايع من زمان، قتلت روحي، وكل يوم نزيدها ذنوبا. فقال الشيخ: هل تعرف أن الله ينظر إليك الآن؟ ينتظر منك فقط أن تقول: يا رب تبت. قالها سالم من أعماق قلبه: يا رب تبت تبت. ولأول مرة منذ سنين بكى حتى بل لحيته. في اليوم التالي نزل سالم من الجبل متغيرا. حلق لحيته، غسل ثيابه، وذهب إلى المسجد لأول مرة منذ عقود. دخل سالم المسجد بخطى مترددة، فصدم الناس، وتوقف الإمام عن قراءة القرآن. لكن الشيخ يوسف قام واحتضنه أمام الجميع وقال: أشهد أن الله قد هد قلب عبد كنا نظنه قد هلك. بدأ سالم حياة جديدة. صار سالم من أكثر الناس خشوعاً، يساعد الفقراء، يبني البيوت للأرامل، يشتري الدواء للمرضى. الأطفال يقتربون منه، النساء يدعون له، والرجال يسألونه النصيحة. ومرت السنوات، وصار سالم يلقب الزاهد. في أحد الأعوام حل جفاف شديد، لم ينزل المطر، وجفت الآبار. اجتمع أهل القرية في المسجد يدعون ويبكون. فجاءهم صوت يقول: إن الله أمر أن لا ينزل المطر حتى يتوب عبد بعينه منكم. بكى الناس وقالوا: من هو؟ فوقف سالم ورفع يديه إلى السماء وقال: اللهم إن كنت أنا فقد تبت من أعماق قلبي، فاغفر لنا واصبب علينا الغيث. وما إن أنهى دعاءه حتى تغيرت السماء وبدأت قطرات المطر تنزل. عرف الجميع أن التوبة يمكن أن تصنع المعجزات، وأن الله لا يرد من رجع إليه صادقاً. مات سالم بعدها بسنوات في ليلة جمعة، بعد أن صلى ركعتين ونام على سجادة صلاته وابتسم، ثم مات. العبرة: لتقنط من رحمة الله، فإن باب التوبة مفتوح حتى طلوع الشمس من مغربها. وربك أرحم بك من أمك، ينتظرك فقط أن تقول من قلبك: يا رب تبت.